عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا جايه لكم خازوق قد كده. انا كل يوم بيني وبينكم كده اخد خازوق وزومبا. اسمها زومبا. عندنا كده في حاجه بتتقال لما مثلا حد يعني يوعدك بحاجه وما يعملهاش، اسمها زومبا. فانا خدت الزومبا دي بقالي يومين باخدها. تمام. ايه هي الزومبا بقى؟ انا بقالي يومين دلوقتي على التوالي بتسحر لوحدي. يومين لوحدي كده بطولي، بحط العيال حواليا وبتسحر لوحدي. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان ابو اسد كل يوم يديني خازوق. بيعمل ايه بقى؟ كل يوم يقول لي، يعني يومين صراحه، هو غصب عنه، هو جايله ضيوف من القاهره، فهو الطبيعي لازم يكون قاعد معاهم. بس انا قلت له يا عماد، يا عماد، ما ما تتسحرش معاهم. هو بيفطر معايا، ما تتسحرش معاهم. كل يوم، يا امبارح والنهارده، يسيبني لاخر اليوم ويقول لي ايه في الاخر؟ هتسحر بره. استني شويه بس هقولك ازاي، وانا اصلا ببقى عارفه. المهم، عشان ما اطولش عليكم، المهم انتوا عاملين ايه؟ كويسين؟ بصوا عيني لحد دلوقتي لسه ما خفتش. انا مش عارفه اعمل ايه. انا لو كنت مضروبه بمرزبه كانت زمانها خفت. مش ايد اوكرا دي اسمها ايه، مش اوكرة باب قصدي. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده؟ يلا الحمد لله. المهم اول، بصوا المكلكع ده الجلابيه يا جماعه بتتشمر لوحدها الكم. المهم، هو بعت لي حاجتي، يعني الجبن خلصت، مفيش غير جبنه بيضه طريه وبيضه ناشفه، وايه تاني، واللي هي العلب دي. فانا اصلا ماليش في الجبن البيضه قوي بصراحه. اول ما بعت لي الحاجه مع الولد اللي شغال عنده، عرفت كده والله ان هو مش جاي. والله عرفت، وقلت له، قال لي لا لا، جاي جاي. المهم دي زبادي عادي، ما علينا. جاب لي بقى ايه؟ جبن. طبعا انا هحط بقى ايه من كل، يعني عموما انا هحمر بطاطس عشان خاطر العيال، مش هقلي بيض. كنت مطلعه فول، استنوا بصوا، طلعت كيس فول. كنت ناويه النهارده اعمله بطريقه حلوه قوي، فما حصلش نصيب، يعني مش مشكله. بس انا مش هاكل فول لوحدي، تمام؟ عشان انا اصلا يعني انا اخري لقمتين كده في الفول. ايه ده؟ ايه ده؟ جيت لكم بقى بفطور كتير، فقلت اجي لكم بالسحور. ده ايه ده؟ فيه جبس ده ولا ايه؟ المهم هي جبن بالخلطه كده. استنى اجيب معلقه صغيره. بسم الله. ايه ده؟ حلوه. تعرفوا انا اكتشفت حاجه، ان الجبنه كلها بتبقى نوع واحد، وهما بقى اللي بيخلطوها دي والله. ودي جبنه بالبسطرمه. استنى. انا بقى بكره هديله خازوق مرغي. بجد هروح افطر عند امي والله. انا عايزه اقول لكم ان انا من اول رمضان ما رحتش فطرت عند امي خالص. حلو. دي ايه؟ كريب القشطه، عارفاها مش محتاجه لها. وايه بقى الخلطبيطه دي؟ انا بحب الخلطبيطه دي. لانشون بالجبنه التركي، عليه فلفل اهو. الحموضه بتشتغل معانا كده. بس في حاجه حاطين عليها كاتشب، ليه؟ مبحبش الكاتشب. عايزه اقول لكم ان انا اصلا واخده فوار، لسه واخده فوار الصبح يا جماعه. صاحيه من النوم الساعه 11. عايزه اقول لكم عندي حموضه مش قادره منها، ما كنتش قادره.
قعدت اوح في نفسي، يعني انا ما بصراحه ما قدرتش استحمل الحموضه. بقيت اقول يا رب انا مش عايزه افطر، يا رب عدى ساعات كتير قوي انا مش عايزه افطر، يا رب يا رب اكمل اليوم. فبصراحه مش عارفه والله العظيم كاني سحر واتسحر لي والحموضه راحت سبحان الله. جات لي امتى؟ جات لي قبل الفطار بساعه، بس قدرت يعني ان انا اقوم، بس ما كانتش شديده قوي زي الصبح. المهم الحمد لله. واللانشون طبعا بالبسطرمه، وده لانشون ساده، انا بحب قوي اللانشون. ودي الجبنه التركي. انا مجنحه تمام. خلاص كده. وده عيش ولبن. هقشر بقى بطاطس واحمرها. هقشر البطاطس. بصوا انا اللبسه دي مش عيقه مني ولا حاجه، ولا عشان اطقم مع الورده الحمراء، لا، انا لابساها عشان خاطر شعري كل ده هيبان. طب عشان يبصوا الطرحه واسعه. مش عارفه شكلي عامل كده، بس المهم الستر. انا ماشيه بمبدأ في حياتي: الستر ثم الستر ثم الستر، اي حاجه تانية مش مشكله. يلا بينا. بصوا هلوك معاكم بقى شويه وانا بقشر البطاطس. تمام. بصوا انا متعوره 83,000 تعويره. ليه 83 مش عارفه. المهم السكاكين دي كده فحاميه قوي، انا متعوره كتير قوي يا جماعه. انا بجد بني ادمه فولاذيه، يعني انا اوريكم التعوير اللي انا متعوره في ايديا، وقد ايه انا بكمل شغل وبكمل طبيخ وعادي. مش عارف الحمد لله. انا اول يوم رمضان ده كنت متعوره تعويره صعبه قوي والله. كنت قاطع حته كده من اللحم، وانا بصوا كنت ماسكه الديك الرومي كده وبقطع كنت رابطه اسد اقفل الباب بسرعه عشان تاني. اقفل الباب اقفل الباب. رابطه رجله كده برباط عشان كان ما يبقاش كده، فانا قافلاهم كده. فماسكاه الايد كده وبعمل كده، بقطع كده، رحت نازله بقوتي كلها، قطعت حته يعني حته لحمه من صبعي. الحمد لله. عايزه اقول لكم بعد التعويره دي اللي جالي بالنوم. نمت واترعشت بقى. انا كده لما بتعور وبشوف دم ما اعرفش بخاف. يلا الحمد لله. والله انا عاشره البطاطس دي عشان خاطر العيال، لو مش العيال ما كنتش قشرت يعني. اللهم صل على النبي. مش هقول لكم حطوا لايك عشان انتوا كده كده ما بتحطوش، فمش هوجع قلبي. يلا اللي عايز يحط لايك، مش عايز براحته بقى. يعني بصوا صبعي ايوه بيحرقني قوي. دي تعويره جديده، يعني دي تعويره جديده عشان كده بصوا بتحرقني. المهم عشان ما اطولش عليكم، طيب انا هقشر البطاطس وارجع لكم، عشان ايه ما اطولش عليكم. مع اني والله كنت عايزه الك شويه، بس يلا مش مشكله. هلك عليكم. قلت الك عليكم شويه وانا بخرط البطاطس. بصوا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم حاجه تعرفوها عني. بصوا انا واحده طيبه جدا، ومش بقول كده علشان اشكر في نفسي، بس انا فعلا طيبه قوي. قلبي طيب، انا بحس قلبي طيب. يعني ممكن مثلا اكون زعلانه من بني ادم وزعلانه منه قوي قوي، يعني زعل ما ينفعش يغتفر اصلا، بس لما بشوفه او بشوف البني ادم ده، يعني لو جه يكلمني هكلمه. فاهمين؟ ممكن يكون البني ادم ده اصلا اذيني، عامل لي حاجه مؤذيه، بس قلبي طيب. لما بشوف يعني ما عنديش الجحود ده، يعني انا مش من طبعي جحده، بس زعلانه. يعني انا مش ملاك، بس بكون زعلانه برضو. فاهم؟ ولكن بحب الناس كلها، ما بكرهش حد، بحب الخير للناس كلها. كل الناس بحب لها الخير، وربنا يعلم. يعني انا ما بحبش، يعني بحب كل اللي يتمنى حاجه ربنا يحققها له. تمام. ف في
حاجه. انا مثلا بحبك قوي وكويسه معاكي وبعاملك كويس وعاملاكي مثلا انتي اختي، حد مني كده. ولكن بقى لما الاقيكي انتي مثلا مش بتعامليني او بتبادليني نفس المعامله، لان انا بكون متعشمه في البني ادم قوي، فاهمين؟ ومش معنى كده انا ملاك، على فكره ما بقولش ان انا ملاك، بس انا اكيد فيا عيوب وفيا مميزات. هقول لكم عيوبي ايه دلوقتي. آه اللهم صل على النبي. بس لما بلاقي مثلا بني ادم انا بعامله كويس ومن قلبي، والاقيه هو ما بيعاملنيش، او مثلا فجأة بقى مش كويس معايا او بيعاملني بمعاملة تانية، او انا مثلا ما بقتش مهمة في حياته، بنسحب خلاص. بحس ان انا ماليش لازمة. طب انا ماليش وجود. ف ايه ده ان انا اكون في حياة حد مثلا هو مش شايفني، او انا مثلا عادي. مش معنى كده مثلا انا عايزاه اي حد مثلا كل يوم، يعني مثلا مش المطلوب مني ان انا مثلا اتصل بيكي كل يوم اسال عليكي وانتي ما تساليش عليا. مش مطلوب مني ان انا دايما لما يكون عندك موقف انا اللي اكلمك، اذا كان بقى موقف وحش او موقف حلو، واسال عليكي وانتي ما تساليش عليا. ولما يكون انا عندي مثلا ظروف بلاقي كله مختفي، انا مش موجوده اصلا، محدش بيكلمني، محدش مهتم، فاهمين؟ فبيصعب عليا نفسي بقى. طب ليه؟ هو انا حد احسن مني في حاجه؟ لا الحمد لله، كلنا سواسيه، مفيش حد احسن من حد، تمام. فانا لما بلاقي حد، وفي بقى حاجه بتضايقني قوي، يعني ممكن مثلا حد يكون كويس معايا وتمام، وانا اخته وحبيبته وروح قلبه، لما يزيد عليه حد خلاص ما يعرفنيش تاني. فدي اكتر حاجه بتضايقني البني ادم، وبتخليني ان انا مش عايزه اعمل البني ادم ده تاني بجد. يعني الحركه دي اصلا بقرف من البني ادم اللي بيكون كده. مهما تكوني غاليه عندي هتلاقيني مش في حياتك، فاهمين؟ نجيب بقى الطوسه. فين الولاعه بقى؟ دي اسمها العفريت، مش اسمهاش الولاعه. الاضاءه هنا صعبه قوي. نولع بقى ايه على الزيت. ممكن احط شويه خل يلا مش مشكله عليه، فاهمين؟ فبقول لكم ايه، ان انا لما بلاقي حد ما بيعاملنيش بنفس معاملتي ليه، او بطل يعاملني بنفس المعامله، بنسحب. وما بحبش الخبث، ما بحبش البني ادم الخبيث اللي هو يبقى عايز يعرف عنك كل حاجه وانت ما تعرفيش عنه حاجه، يعني ولا تعرفي عني بقى ولا اعرف عنك. يعني مثلا بص، عموما عشان اكون صريحه معاكم، انا ما بحبش اطلع خصوصيه بيتي بره او اسرار بيتي بره، يعني مش ده طبيعي، تمام؟ يعني ممكن مثلا امي اللي خلفتني اخبي عليها، ولكن ما بحبش اقول العيوب، فاهمين؟ يعني مثلا طبعا كل البيوت فيها مشاكل، حصلت مشكله مثلا بيني وبين جوزي، ممكن اقول اللي بره، يعني اللي ينفع يتقال، لكن ما ينفعش يتقال ما بقولهوش. ليه؟ عشان انا عارفه واثقه ومتاكده ان انا وهو راجعين لبعض تاني، هنتصالح تاني، هيبقى في حاجه عيشه ما بيننا تاني. فما بقولش اللي يزعل، عشان بعمل حساب اصل امي مثلا او اهلي مش مثلا مش هيبقوا قلبهم زي قلبي مثلا من ناحيه جوزي، يعني هم يزعلوا منه لان انا بنتهم، ولكن انا حتى على قد اي مثلا زعل بيني وبينه هنرجع نتصافى تاني، انا واثقه ومتاكده من كده، حتى لو انا اللي مزعلاه او هو اللي مزعلني، فاهمين؟ فانا اصلا من طبعي ما بعرفش وما بحبش احكي لحد حاجه تخصني، ولكن دايما بحكي الحلو كله بحكيه. يعني ما بحبش اقول من الاخر السلبيات، لكن الايجابيات كلها بقولها، فاهمين؟ اي حاجه بقولها، اي حاجه ايجابيه بقولها عادي، ما بخبيش اي حاجه مثلا هعملها او ناوي اعملها،
بقولها عادي، ايه المشكله؟ ولكن بقى الناس اللي انا اعرفهم او في حياتي او بالمجمل كده بلاقيهم بيتخبسوا، والله العظيم ثلاثة بيتخبسوا يعني اللي هو مش كل حاجة بيقولوها لك. انا مش عايزة اعرف حاجة عن حد اصلا، وكل واحد في اللي مكفيه. انا كفاية اللي عارفاه عن نفسي وعن بيتي وعن جوزي وعيالي بس. ولكن يعني اللي بقوله لكم، اللي عايزة اوصله لكم، اسفة انا بتكلم بسرعة، ان المعاملة لما تكون بالمثل عامليني زي ما بعاملك فبتكون احلى كتير. لكن انت عايزة تعامليني ومثلا تلاقي مني حاجات او تلاقي مني افعال وانا ملاقيش منك اي فعل، صعب، ده صعب قوي. فانا مهما انت تكوني غاليه عندي هتلاقيني بنصحك. بسم الله، ده طبعي بقى. انا طيبه جدا فوق ما انت تتخيل، وكنت اطيب من كده عشان انتوا فاهمين يعني. انا في يوم من الايام كنت عبيطه جدا، انا كنت اللي مخاصمني اروح اصالحه. ولكن دلوقتي خلاص بطل في حاجات كتير قوي غيرتها في شخصيتي قوي. وانت كده برضو، لو انت شايفه نفسك مثلا ان انت ساذجه او بتيجي على كرامتك عشان خاطر حد، لا مفيش حد في الدنيا يستاهل انك تيجي على كرامتك علشان خاطره، مهما كان هو البني ادم ده مين. في ايه؟ مهما كان البني ادم ده مين، اوعي تيجي على كرامتك عشان خاطر حد، لان الحد ده مش بيجي على كرامته علشان خاطرك. عارفين لو مر عليا ومر عليكي مش مشكله. يعني مثلا في ايه؟ انا اتهورت. يعني مثلا مره يعني مثلا لو احنا مثلا متخانقين مع بعض، بفرض لكم مثلا انا مثلا واختي مثلا، او انا وصاحبتي، انا كده كده ماليش صحاب او اي حد يعني، مش مقطوعه ماليش صحاب يعني قوي دي، لا. المهم لو انا مثلا متضايقه مزعله من حد وهو جه صالحني، حتى لو انا اللي مزعلاه او اختلفنا، لان عادي نختلف، وجه صالحني بشيلها له، والمره الجايه انا اللي بروح اصالحه، ودايما انا اللي ببتدي. فاهمين؟ لكن مش الدنيا دي مش بتاعتك لوحدك يعني، مش انتي بس اللي مشغوله، مش انتي بس اللي مش فاضيه، مش انتي بس اللي عندك مشاغل، مش انتي بس اللي الدنيا كلها واقفه عندك. لا، كل واحد يا جماعه عنده مشاغل وعنده حاجات وعنده حوارات وعنده، لكن مش معنى كده ان احنا ننسى بعضنا. دي حاجه مش حلوه على فكره، وعيب قوي قوي قوي. يعني مثلا ان احنا مثلا كل ما نقرب من بعض نبعد. عموما يعني بتكلم في العموم، مش عليا او بمثل عليا انا. يعني مثلا انت مثلا بتبقى علاقتك كويسه بشخص، فالشخص يبعد، فترجعوا تلموا الشمل تاني، فهو برضو اللي يبعد، ففي الاخر انت اللي بعدي، ما خلاص هو مش حابب يكون في حياتك. فاهمين؟ انا لو اتكلمت لوك لك يعني، بس مش عايزه لوك اكتر من كده. المهم خليني افتح ميديا بودكاست. هقول لكم بقى عيب فيا، عشان يعني ايه، انا قلت لكم هقول لكم عيوبي. انا كان هقول لكم عيب واحد دلوقتي شايل لك. انا يا جماعه لو بني ادم عمل معايا حاجه زعلتني قوي من جوايا قوي، بصالحه بكلمه، بس مش على غش على فكره يعني، بوصفاله، ولكن ما بنسالوش اللي عمله، دايما بكون شايلاه، ولو عمل حاجه تانية بفتكره القديم. فاهمين؟ ولكن ما بعملش حد بوشين او من ورا قلبي، لا انا ما بتعاملش مع حد غير وانا صافيه له والله العظيم. بس هو كده لازم افتكر القديم، ده طبعي طبعي. فربنا يا رب ما يجعل لنا كده يعني نكون مؤذيين لحد، او يجعل حد اذينا. يعني ربنا يبعد عننا الناس المؤذيه، عشان الناس المؤذيه كتير جدا جدا جدا، والناس اللي بتبص في حياه الناس اكتر. فمحدش عارف حاجه، محدش بيشوف غير الظاهر، محدش بيشوف غير اللي هو عايز يشوفه. بصوا اطلع من المخلل اللي انا عاملاه ده،
بطلع منه ليمونيه، خيارايه، قرن فلفل. عايزه اقول لكم ان انا لو في الايام العاديه كنت كلت للمخلل ده اكتر من كده، مع انه طعمه تحفه جميل، بس مش عارفه مش باكل منه ليه. ندخل بقى ايه كده. الفلفل عشان ما حدش بياكل منه بيفضي، وانا انا زعلانه قوي، انا مش عارفه اعمل ايه. حد عنده حل يا جماعه؟ اللي عنده حل يقول لي بجد. انا زعلانه قوي كمان. انا شايفه ان انا طلعت فلفل كتير بس كده. بصوا بس كفايه كده عشان حرام. نشيله بقى. نغسل ايدينا. عايزه اقول لكم كان في طبقين، بس دول مش من بعد الفطار، ان انا اصلا كل يوم الميه تقطع عندي قبل الفطار، وبجد حاجه بجد مقنعه قوي. الميه بجد بقت هنا صعبه قوي. تمام. فكل يوم بقى اعمل ايه؟ المواعين بقى اللي هو قبل الفطار، اللي هو مكان ما بعمل اكل، وبعد الفطار، والمطبخ ده يبقى على بعض. فكل يوم الميه بتيجي بقى وقت العشاء، وقت التراويح بتيجي على 8:30 كده، اروح مخليها المطبخ ده زي الفل. الطبقين بقى اللي انا غسلتهم دول، ده يعني كنت للعيال بقى، اللي هو ايه يعني طبقين بالظبط. وكان في كنكه غليه فيها اللبن، والبوله اللي حمرت فيها، اللي كنت خلطت فيها البطاطس، والشفشق كان فيه الدورق، اللي هو الدورق كان فيه الصوبيا، والدورق التاني كان فيه ميه مليته كده يعني. تمام. والبطاطس لسه بتتحمر. ايه، كنت عايزه اقلب الطين بس عشان العيال، بس مش عارفه اقلي ولا مقليش. مش عايزه اكل يهدر مني يعني، عشان خاطر انا هاكل لوحدي. والله ابو اسد يا جماعه بجد، لما مبقاش في البيت بحس ان انا بجد لوحدي، يعني ربنا يخليه يا رب. بيعمل حس برضه في البيت، يفضل يعني بحس ان هو ايه، عيل من عيالي والله. بيفضل يعمل دوشه ويتكلم هو العيال، ويهزر هو العيال، وبقعد ازعلهم كلهم. والله العظيم. ولما بقعد اصوت لعيالي يضحك عليا، ويقول لي خلاص يا شروق انت اتجنيتي. بصوا، امبارح على الفطار والله العظيم ضحكت ضحك عليه. انا لو حد عمل حاجه منهم، اهي البطاطس طعمها حلو، ايه شكلها بصوا ذهبي وحلو كده، ارش عليها شويه ملح وكمون. امبارح، اول امبارح على الفطار عملت ايه؟ انا بضحك ليه؟ عشان ما بفتكر بضحك. بصوا، قلبت كوبايه الصوبيا. تمام. راح قال لي ايه؟ طبعا لو حد مننا كان زمان دلوقتي الجيران كلها سمعت بينا، وانا هعمل ايه ولا ايه، ولا بيقول لي حرام عليكم، عشان بقول لهم كده انا هعمل ايه ولا ايه، ربنا ياخدني عشان ارتاح. انا بصراحه بعمل كده. تمام. ماشي يا اسد ماشي، ولا يا اسد. تمام. راح قايل لي ايه كده؟ قال لي ما كناش خلصنا. قلت له اعصابي سايبه من الخدمه. اعصابي سايبه من الخدمه عشان كده قلبتها.
يعني برضو غلطي ده يعني لذته فيهم برضو، فاهمين؟ والله ما عارفه كوبايه الصوبيا اتقلبت مني ازاي بجد. بص الولع عمال يعمل لي في اخته. ماشي يا عسل ماشي. ما بحبش الفلفل اسمر عليها. بس هو قعد يضحك ضحك لما قلت له كده. لا انا قلت له كده، قلت له اعصابي سايبه من الخدمه. ايوه والله العظيم ضحكت ضحك وقتها، بس ضحك. قمت جبت حاجه فوطه عشان امسح الارض وقعدت اضحك هنا في المطبخ. مش عارفه اقلي بيض ولا لا. عمال افكر طول ما انا بعمل السحور. عايزين بيض ولا هياكلوا بطاطس وجبنه؟ بلاش بيض، كفايه كده. دي البطاطس، الحاجات دي ادخلها التلاجة الميه. ماشي. والمخلل وادي العيش. مش هحط الجبن في اطباق. ليه بقى؟ عشان لو حطيتها في اطباق العيال هيبهدلوا بيها الدنيا، لكن كده انا هعرف اقفلها. انا مش هاخد كتير، انا مش هاكل كل ده اصلا. انا طيب هقول لكم هاكل ايه. دي انا مش هاكل منها، واللانشون ده هاكل بالبسطرمه بس. تمام. وده ممكن اخد منه كده. انا هجيب طبق اهو، واللي هبقى عايزه منه هطلع ايه في الطبق واغمس. والله كنت عايزه اقطع طماطم مرضيه، بيبهدلوا بيها الدنيا. انا يعني احرم نفسي، المهم الدنيا ما تتبهدلش. مش مهم. حط الشحن ده. وفاضل ايه تاني؟ او هشرب كوبايه بيبسي وبس. تعالوا بقى ايه. بصوا سامعين العياط ده طبعا اسد. بصوا عمل لك ايه يا كوكو؟ عملت تزعلها. انا سامعاك، انا سامعاك. بصوا سامعاك عمال تزعلها. هات السكوتر ده كده هنا. خلصت الشوكرتون طبعا على اللي انت. بصوا عمل ايه. ماشي يا عسل. مالك يا كوكو؟ مالك؟ بصي هدومك دلوقتي. انا اصلا بعد السحور هحميهم هما التلاتة. بصوا نفسي الخداديات دي تبقى مكانها. امنية حياتي. تعالي نصحوا بقى البت اللي اسمها غزل دي. تعالي. سبحان الله لسه بقول. تعالي 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 تعالي. بصوا شعرها. يلا عشان تاكلي ماما. تعالي يلا. بصوا يا جماعه ده السحور اهو. يلا اقعدوا يلا اقعدوا. هتسحر بقى واشوف هعمل ايه تاني وارجع لكم. اتسحرنا الحمد لله. بس اقفل بقك يا اسد. عارفين على كل الدوشه دي انا اكلت رغيف واحد شامي اللي هو العيش الابيض ده، وكلت لانشون وجبنه تركي بس. وعلى غير العاده بقى. اوعى يا اسد، اوعى انزح شويه كده. حسيت ان انا عايزه اشرب كوبايه شاي، مش عارفه ليه. قلت لكم اشرب بيبسي بس لا. مالي مزحلقه يا اسد معلش. حسيت ان انا عايزه اشرب كوبايه شاي. الحقك ليه؟ مالي ايه ده؟ خد امسك. روح هات الفوطه بسرعه من المطبخ. روح هات الفوطه. الحقها عشان والله فاصل. والله عايزه كاكوك فاصل. انتوا مش بتسيبوه يشحن. هما مش بيسيبوا تليفونات تشحن اصلا. حتى تليفوني مستوليين عليه. يعني اسد ابوه جايب له تليفون. لما هي بقى ابتدت تفهم وشبطت جاب لها هي تليفون. اول ما جابهولها كانت بتقعد تحدفه في الارض، فخفت يتكسر رحت شلته.
طلعته لها بقالي يومين كده. عايزه ايه؟ هشحنه واديهولك. ما عندهاش بقى صبر دي خالص. شاطر يا اسد. قوي قوي. عيب كده، عيب كده كل حاجه. انت اكلت السندوتش كله؟ شاطر، برافو. يلا امسك. بقاله يومين ما بياكلش خالص، مش عارفه ليه. خد يا زوزو. حاضر، هخلص واديك التليفون ده. حطها في المطبخ. بس فالحمد لله انا اكل السندوتش اللي انا عملته له. والبت بقى تيجي وغزل ما كلوش خالص. والزنانه دي انا برتاح لما بتكون نايمه من زنها بس. تصوري يلا. بصوا شعرها. اسرح لها وتفكه، اسرح لها وتفكه، وتمسك الفرشه وتسرح وخبيها منها وتفك التوك. حتى اختها لما بعمل لها توك بتفكها ليه مش عارفه. المهم يا جماعه ده كان يومي، ده كان سحوري قصدي. يا رب يكون كده يعني. انا حبيت اشارك معاكم بس الوقت ده. بس ما تنسوش من عليكم تعملوا لايك، مع اني قلت لكم مش هقول لكم، بس يلا في الاخر اقول لكم خلاص. ولو اول مره تشترك القناه بتاعتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله. بكره ان شاء الله هروح عند ماما افطر عندها وهصور لكم من وانا في البيت. اخدكم كده معايا من اول اليوم. وبس كده، مع السلامه يا حبايب قلبي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.